السلام عليكم. انا مؤمن اصلان، طالب في المنحه التركيه اول سنه. والنهارده ان شاء الله هتكلم عن الانترفيو بتاعت المنحه التركيه. طبعا ناسف يعني عن التصوير في الجو ده، بس مضطرين بقى يعني. خلاص الانترفيوز هتكون كمان يومين ثلاثه. طبعا القبولات بدات تتبعت لاغلب الدول العربيه زي الجزائر والمغرب والسعوديه، ومصر لسه بدات تتبعت امبارح والنهارده مكمله يعني على دفعات تانية. وحاولت اجمع اكبر عدد من الاسئله، مش من ناس اتسالت بس في مصر، لا، سالت ناس من دول تانية كتير عن الاسئله اللي اتسالوها في الانترفيو، سواء كانوا بكالوريوس او ماسترز. فالفيديو ان شاء الله هيكون ملم بكل الاسئله اللي ممكن تتسال في الانترفيو، بحيث انك ما تضطرش انك تدور بقى ايه في حتت تانية وكده يعني. فعشان ما اطولش عليكم، يلا بينا نبدا. لقيت الدنيا وقفت مطر شويه فرحت قايم. فاول ما قمت راحت مطرت تاني، معايا الشمسيه المتينه يعني. المهم يعني، دلوقتي انت وصلت السفارة، خبطت دخلت قلت مرحبا مرحبا. البس امتحان ماس على طول بقى، مش لسه هنهزر يعني. امتحان الماس بيكون بيتكلم على الاساسيات بتاعت الماث، ماث 1، وشوية كالكولاس كده، تفاضل وتكامل بقى والكلام ده. بس اساسيات التفاضل والتكامل يعني لو انت عارف الاساسيات هتعرف تتعامل بسهولة يعني، مش حوار قوي. كمان بيكون في الامتحان شوية اسئلة اي كيو في الاول كده، حاجات بيديك مثلا الاشكال او بيديك انماط معينة وانت تكملها او حاجات زي كده. هي بتكون فيها تفكير حبه يعني، بصراحه هي دي الحاجه اللي كانت صعبه شويه. انما الماث ممكن سهل كويس يعني. هو الامتحان مش بالاهميه اللي هي، ولكن هو بيشوف بس طريقه تفكيرك عامله ازاي. وانت بتحل اكتب الخطوات اللي بتحل بيها، عشان حتى لو ما جاوبتش السؤال صح تبين لهم انك فكرت في السؤال وحاولت فيه، وتبين لهم طبعا الطريقه اللي انت حاولت بيها يعني. تمام. طبعا الامتحان بيكون من غير آلة حاسبه، فلازم تكون عارف اساسيات الماث البسيطه، ازاي تضرب وتقسم. فعامة عشان ما تدورش كتير، انا عملت بلاي ليست مجمعه الكونسبتس او الجزئيات اللي بيتضمنها الامتحان. فشوفوها كده على السريع، مش هتاخد اكتر من 3 او 4 ساعات حاجه زي كده يعني. كمان في نموذج او سامبل كويستشنز يعني السنين اللي فاتت، بس هسيب لكم برضه اللينك بتاعها في البايو. فحاولوا تحلوا الامتحان ده وكده. ولو في سؤال مش عارفينه هتلاقوا اجابته على اليوتيوب يعني موجوده. بس كده، ده بالنسبه لجزئيه الامتحان. كنت بتمشى كل ده عشان اروح الجامعه، ووصلت الجامعه اهو. ده المدخل بتاع الجامعة. خلصنا من الامتحان، خلينا نتكلم بقى عن الجزء المهم وهو الانترفيو. الانترفيو بتكون مدتها من حوالي 10 دقايق كده لربع ساعة. والانترفيو غالبا بتكون بالانجلش، لان اللي بيسألك اصلا بيكونوا اتراك. في ناس اعرفها معاها بالعربي، وكان في جزء بسيط منها انجلش، ولكن اعمل حسابك في اغلب الاحوال انها تكون انجلش، بحيث انك ما تتفاجئش من حاجة يعني وكده. الانترفيو بقى نقدر نقسمها لثلاث اجزاء. اول جزء وهو اسئله شخصيه، بيتعرف فيها عنك يعني، وعن اخواتك بقى، عن اهتماماتك والهوايات اللي انت بتعملها في حياتك، واسئله بقى من النوع ده. تاني جزء وهو اسئله تكنيكال، او الاسئله اللي لها علاقه بالتخصص بتاعك. انت ليه اخترت التخصص ده؟ آم، ايه هو التخصص اصلا بتاعك؟ وممكن مثلا يقارنه لك بتخصص تاني. مثلا ممكن يقول لك ايه الفرق بين لو انت هندسه، هيقول لك ايه الفرق بين الميكانيكال مثلا والاندستري انجينيرنج. تمام. ممكن يقول لك مثلا حاجه زي كده يعني، بحيث ايه يختبر النولج بتاعتك يعني. وانت ليه اصلا اخترت التخصص ده، وهل انت فعلا عملت ريسيرش قبل ما تختار التخصص ده ولا اخترته وخلاص. ده بالنسبه لتاني جزء. بالنسبه بقى لتالت جزء، وهو الجزء اللي له علاقه بتركيا والجامعات اللي انت اخترتها وكده. هنتكلم دلوقتي عن كل جزء واحده واحده، وعن الاسئله وازاي تجاوبها ايه بطريقه كويسه يعني فيها. بالنسبة لأول جزء بتاع الأسئلة الشخصية، ده بتعرف فيه عن نفسك الأول. بيسألوك عن عيلتك، والدك مثلا بيشتغل إيه، والدتك بتشتغل إيه، عندك كم أخ وعندك كم أخت وبيدرسوا إيه دلوقتي، عندك حد من قرايبك راح تركيا قبل كده، بتدرس حاليا في مدرسة إيه. فبتكون أسئلة بسيطة، وبتكون فرصة إنك تخفف من التوتر اللي عندك، اللي بيكون في أول انترفيو يعني. يعني مثلا اول ما دخلت سالوني عن اسمي، ولما عرفوا ان اسمي الاخير من اصول تركيه اتكلموا معايا شويه عن ده، وقالوا لي تعرف ان معنى اسمك كذا بالتركي؟ قلت لهم طبعا، وده ممكن يكون من الاسباب اصلا اللي خلتني قاعد معاكم دلوقتي. فضحكوا يعني. وبعدين قالوا لي جاي من مدينه ايه، والمشوار لحد هنا كان عامل ازاي. وده بقى اللي خلى الانترفيو تمشي بشكل فريندلي شويه يعني، ما كانش فيها ضغط كبير. كمان بيسالك عن الهوايات والاهتمامات بتاعتك، زي ما قلت، اللي انت اوريدي اصلا بتكون كاتبها في ابلكيشن المنحه.
وبيحاول يشوف بقى ايه الفرق بين كلامك والكلام اللي موجود في الابليكيشن. بيشوف بقى هو الكلام مطابق بنسبة قد ايه يعني. فطبعا لازم تكون عارف الابليكيشن بتاعك كويس قبل ما تروح وتكون حافظه حته حته. بالنسبه بقى لتاني جزء وهو الاسئله التكنيكال اللي بتكون على التخصص بتاعك. هيبدا يسالك انت ليه اخترت التخصص ده وايه فكرتك عنه، وهتقدر تفيد بلدك واللي حواليك ازاي بالتخصص ده. هديكم مثال. انا مثلا كنت كاتب في الابليكيشن ان في بروجكت ناوي اشتغل عليه له علاقه بالزلازل في تركيا. طبعا عارفين ان تركيا حصل فيها اكتر من زلزال السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها، او السنه اللي قبلها خصيصا يعني. فالبروجكت اللي انا شغال عليه بالاي او تي بيعمل ديتكت كده لعوامل معينه، فبقدر استنتج الزلازل هتحصل امتى. فقلت لهم ان تركيا هتفيدني في ان نعمل ابحاث عن الموضوع ده عشان اقدر اطور في البروجكت بتاعي واطبقه على اللارج سكيل او على ارض الواقع فيما بعد يعني. فالمهم حاول يكون عندك حاجات تقدمها سواء في مجال طبي او هندسي. سواء انت مثلا عملت بروجكت او ريسيرش معين في حاجه مثلا لها علاقه بتركيا او حتى بلد تانية، حتى مثلا لو بلدك وكده. فالموضوع ده هيفرق بجد معاهم يعني. قبل ما اتكلم عن الجزء الثالث من الانترفيو، خلينا ناخد كده لفه سريعه في الجامعه بحيث ما نزهقش يعني. وخاصه ان انا بصور في مكان واحد للاسف مضطر يعني عشان الجو وكده. فيلا بينا. ده الجيم بتاع الجامعه، واللي بصراحه من احسن الجيمات اللي دخلتها في حياتي يعني. طبيعي يكون احسن من احسن الجيمات لان الراجل اللي فيه 24 ساعه بينظف فيه يعني. وده ملعب الكوره بتاع الجامعه، بيتحجز من الويب سايت بتاع الجامعه يعني. فبجد حاجه لذيذه يعني. ودي بقى مكتبه الجامعه، ودي طبعا ما ينفعش حد يتكلم او ينطق فيها خالص يعني، يا اما هيتطرد على طول. فعشان كده ده اكتر مكان بحب اذاكر فيه بعيدا عن الدوشه وكده يعني. نيجي بقى للسيكتور التالت والاخير وهو جزء الاسئله عن تركيا والجامعات اللي انت مقدم عليها. اول حاجه هيسالك عن انت ليه اخترت تركيا بالذات. واوريدي انت كنت مجاوب على السؤال ده في الليتر اوف انتنت او خطاب النيه في الابليكيشن، فلازم اجابتك تكون نفس الاجابه، ولو حابب تزود عليها حاجه دي حاجه ترجع لك طبعا. هيسالك كمان عن ترتيب الجامعات اللي انت حاططها، عملته على اساس ايه، وليه اخترت اول جامعه، واشمعنى المدينه دي بالذات. وممكن يسالك عن الرغبه التانية والتالتة، فبرضه اعرف شويه معلومات عن الجامعات دي احتياطي يعني، زي الرانك بتاعها او الترتيب بتاعها يعني. اعرف مثلا ايه اهم المميزات اللي فيها. بالنسبة للمدن حاول تعرف طبيعة المدينة دي عاملة ازاي. طبعا المدينة اللي انت مختار فيها الجامعة بتاعتك يعني هادية ولا زحمة، المواصلات فيها عاملة ازاي وكده يعني. هيسألك برضه هتعمل ايه لو انت ما تقبلتش في المنحة. في السؤال ده بقى حاول توصل لهم ان اكيد المنحة بتمثل لك حاجة مهمة جدا وفرصة محترمة هتسهل عليك حاجات كتير من المصاريف هتوفرها على اهلك، او استقلالية من سن صغير يعني. ولكن في حالة انها ما جتش حلمك هيفضل مكمل، ولكن بقى في طريق تاني يعني. انا مثلا قلت لهم ان لو ما اتقبلتش هضطر اشتغل عشان اصرف على نفسي وادرس في نفس الوقت، ولكن لو انا خدت المنحه هقدر ان انا اخصص اغلب الوقت للدراسه والريسيرش اللي انا بعمله. فبكده اكون بينت لهم ايه المنحه هتقدمه لي لو خدتها، وهيفرق عن ايه بالنسبه لي لو انا ما خدتهاش يعني. حاجه بقى تخص الناس اللي مقدمين على الدراسه بالانجلش مش تركي. هيسالك عن التويفل لو انت خدته او لسه هتاخده يعني. هيسالك هتاخده امتى المفروض، وهيسألك انت ليه قدمت انجليش مش تركي. واي حد هتكون اجابته بتتمحور في نقطة ان دي اللغة اللي انت متعود عليها طبعا، وان دي اللغة رقم واحد في العالم، ودي اللغة اللي هتعامل بيها بعدين. فعايز ان اكون عارف المصطلحات ودارس باللغة اللي هشتغل بيها. وطبعا لو في اسباب تانية ممكن تزودها يعني. اخر سؤال هتكلم عليه وده سؤال خبيث شوية. هيسألك لو انت مقدم على منح تانية. وبالمناسبة أنا اتسألت السؤال ده في الانترفيو يعني، وساعتها ما كنتش عارف هل اقول لا بحيث ابين لهم ان انا مش مهتم بحاجه غير المنحه بتاعتهم، ولا اقول لهم بحيث ابين لهم ان انا واحد بسعى في اكتر من مكان بقى والكلام ده. ولكن ساعتها قلت ان انا هقول لهم الحقيقه يعني. و... فقلت لهم ان انا مقدم على اكتر من منحه في مصر ومنح بره مصر كمان. ولكن اكتر منحه انا حطيت مجهود وقت فيها هي المنحه التركيه، لان المميزات اللي فيها مش موجوده في منحه تانية. فيعني لو اتسالت السؤال ده اقول لهم عادي المنحه اللي انت مقدم عليها يعني. باين لهم ان انت فعلا انسان بتسعى برضه في اكتر من طريق، وان انت مثلا لو في طريق انت ما رحتش فيه عادي عندك طرق تانية وعندك بدائل تانية كتير يعني. بس في نفس الوقت بقى ايه، باين لهم ان المنحه التركيه لها وضع خاص كده عندك يعني، وان انت بذلت فيها ايفورت ما بذلتوش في حته تانية يعني. في شويه بقى ملحوظات شايفها مهمه فقلت ان انا اسيبها للاخر. اول حاجه خلي عندك شويه معلومات عامه عن تركيا. يعني مثلا عاصمه تركيا هي مش اسطنبول، هي عاصمه تركيا هي انقره. طبعا رئيس تركيا اللي هو رجب طيب اردوغان.
ممكن يسالك بقى ايه اسئله سياسيه، ولو دخل بقى في الحته دي قول له انك مش مهتم والله بالسياسه يعني، انا بس يهمني مصلحه بلدي وان كل بلد تكون تعيش في سلام وامان والكلام ده. متغوطش بقى ايه وتتحفهم بارائك السياسيه، لان مش ده هو المكان بتاعها يعني، لان ممكن تقول حاجه غلط وانت مش واخد بالك يعني. بس فمتخش في الحته دي يعني، مثلا لو حصل يعني. في حاجه كمان ناس اعرفها تسالوها، وهي لو انت جايب درجه كويسه في ماده معينه، سواء مثلا الفيزيكس او الكيمستري، ممكن يسالك بقى ايه عن اسئله علميه في الماده دي، ويشوف هل انت فعلا مستواك عالي كده يعني في الماده دي او لا يعني. بس هي بتكون اسئله بسيطه يعني من المنهج بتاعك، تقدر انك تجاوبها يعني. فمش حوار، فاعمل حسابك برضه ايه عن الحته دي عشان ما تتفرقش يعني. في النص بقى كده ممكن تتسال اسئله الغرض منها توتيرك والضغط عليك، زي فجاه كده يقولك هو انت اللي كاتب الابلكيشن ده لوحدك، او هل انت مقلد حد من صحابك في حاجه من الابلكيشن دي في ترتيب الجامعات مثلا وكده. فساعتها ما تحسش بقى انك بيتم استجوابك وانت عياله والجو ده مجرد سؤال عشان يوترك بس يعني. قول له ببساطه لا انا كاتب الابلكيشن ده لوحدي، وتقدر تسالني في اي جزء فيه يعني براحتك يعني. تمام، فعادي يعني الاسئله دي ممكن تحصل يعني. بصراحه عطشت فقلت اخش البيلدينج اجيب ميه كده على السريع. ايوه حبيبي حبيبي. كام قول 37. ايوه اوبا. بس كده خدنا الميه بنجاح، شربنا وظبطنا الدنيا. نتكلم بقى في المهم. طبعا لازم تروح قبل ميعاد الانترفيو بنص ساعة كده يعني، بحيث انك ترتاح من السفر وتظبط الدنيا. انا رحت متأخر عن ميعاد الانترفيو بساعة، بس كانت ظروف خارجة عن ارادتي. فحاول على قد ما تقدر انك تروح بدري يعني شوية. بالنسبة بقى للأوراق اللي تاخدها معاك، هو مش لازم انك تاخد الأوراق أصلا معاك، ولكن لو انت حابب انك تاخدها يعني جمع كل الأوراق والشهادات اللي انت أخدتها يعني، أو اللي انت رفعتها يعني على الويب سايت بتاع المنحة. ولو مثلا انت ما في شهادة انت نسيت ترفعها قبل كده، فخد الشهادة دي وحطها معاك، وحطهم كلهم في دي واحد كده، بحيث انك اول ما تروح تديهولهم، هم يقعدوا يقروا بقى في الشهادات ويشوفوها براحتهم، وانت تقعد تتكلم مع نفسك. في حاجة بقى انت ممكن تلاحظها يعني، التجاهل. هتلاقي في اتنين غالبا يعني هيعملوا لك انترفيو او تلاتة يعني، بس هما اللي عملوا اتنين. هتلاقي بقى في واحدة او واحد يعني بيبص في اللاب قدامه، والتاني عمال بيبص في ورقة او بيتكلم مع اللي جنبه يعني، ولا كأنك موجود اصلا يعني. بس عادي يعني ايه، سيبهم يعملوا اللي هم عايزينه، وانت اتكلم براحتك. هم بيعملوا برضه كده ايه عشان يوتروك يعني. يعني ممكن يكونوا اصلا بيتكلموا وبيهزروا مع بعض وانت بتتكلم، بس ايه يعني خليك اعمل حسابك بس على الموضوع ده يعني. عسول اوي. انت حبيبي والله، احلى مسا. خرجت من الجامعه ورايح اركب الاتوبيس اهو عشان اروح. بس انا بحب اروح اتمشى واقضي وقت في الجامعه كده من وقت للتاني. المهم في نهايه الانترفيو خالص بقى، ممكن يسالوك لو انت حابب تضيف حاجه، او لو انت عندك سؤال معين وكده. فلو في حاجه مميزه وتستحق الذكر عملتها، منشنها ليهم برضو، وحتى من غير ما يسالوك يعني، انت قول لهم عليها على طول. يعني مثلا انا قلت لهم في الاخر اني بلعب تايكوندو بقالي 11 سنه ومعايا الحزام الاسود، ووريتهم الشهاده بتاعته يعني. فالموضوع ابهرهم يعني وكده. كذلك لو حد برضه عنده شهاده في رياضه معينه، سواء مثلا بطوله جمهوريه او حزام مثلا لو رياضه قتاليه وكده يعني، فالافضل ان هو يقول لهم عليها يعني. لو انت ما سالتهاش يعني في الانترفيو. لو انت برضه رافع شهادات حفظ القران مثلا، ممكن يقول لك سمعنا حاجه من اللي انت حافظها يعني. فيعني اعمل حساب برضه في دي يعني. قعدت ربع ساعه استنى الاتوبيس، ولسه واصل عند السكن دلوقتي، ووصلنا خلاص لاخر الفيديو. بس كده دي كل حاجه فيما يخص الانترفيو بتاع المنحه التركيه. ولو حد عنده سؤال بقى ممكن يسال في الكومنتس وهرد على طول ان شاء الله. وعايز افكركم بحاجه، كون انك اتقبلت في اول مرحله معنى كده ان هم شايفين انك شخص مستحق للمنحه. الانترفيو بس مجرد ان هم ايه، بيشوفوا شخصيتك وردود افعالك، وهل انت الشخص اللي كاتب الابلكيشن فعلا ولا لا، وهل انت فعلا شخص عارف هو عايز ايه وعايز يوصل لايه بعد كده، ومرتب الخطوات اللي هو ماشيها في حياته يعني. فلو اتاكدوا من الحاجات دي ان شاء الله هتكون فرصه قبولك كبيره جدا يعني بعد الانترفيو. بس كده، بالتوفيق في الانترفيو ان شاء الله.
فمحدش يوتر نفسه، الموضوع سهل والتجربة لذيذة جدا يعني. فمحدش يقلق من الموضوع او يحاول ان هو يتصنع او يبين حاجة مش موجودة فيه يعني. just be yourself يعني. تمام. ولو الفيديو كان مفيد ليكم، لايك بقى وشير والكلام ده مع زمايلكم اللي عندهم انترفيو اليومين الجايين، واشتركوا في القناة بقى عشان اي فيديو كده ولا كده هينزل فيما يخص المنحة والاجراءات بتاعتها، وهيكون في مواضيع تانية كمان ان شاء الله. وحاجة اخيرة بس عشان كله بيسأل السؤال ده حتى قبل ما يخش الانترفيو يعني، النتيجة النهائية او الفاينل ديسيشن هيكون امتى؟ الفاينل ديسيشن هيكون ان شاء الله على اخر شهر 7 او اول شهر 8 كده، زي السنة اللي فاتت واظن زي السنين اللي قبلها يعني. فهيكون في الحدود دي يعني ان شاء الله يعني. بس كده، بالتوفيق، السلام عليكم. في حاجة بقى ناس اعرفها تسألوها، وهي لما تكون انت جايب مادة معينة في درجة